همسة لقلبك. في حاجات في حياتنا بنخبيها لكن ربنا عالم بيها. في ندم وصراخ وألم وحنين جوانا وبنداري. سبحان من خلى اللي جوانا محدش مطلع عليه إلا ربنا وحده تعالى. بيشوف ازاي اتخطينا حاجات كتير حصلت لينا، ازاي عدينا ومرينا ولسه بنتخطى اللي أذانا. عايشين، عايشين، بس ساعات كتير بنكلم نفسنا نتأكد إننا فعلا عايشين. بنعيد حساباتنا من تاني ونشوف كل اللي حوالينا. بندور على نور ينجينا، نمشي واحنا مغمضين عينينا واثقين إننا ماشيين شايفين طريقنا اللي هينجينا. أزمات، مرينا بأزمات كتير، ونقوم من واحدة نلاقي التانية جاية علينا. اتخزنا، يا ما اتخزنا من ناس كتير حوالينا. اتصدمنا، أيوة اتصدمنا لما اكتشفنا حقائق كتير كانت غايبة عن عينينا. اتدمرنا، مرت علينا ليالي حسينا إننا مش هنقوم تاني نقف على رجلينا. خفنا، أيوة خفنا كتير، خفنا كتير، وياما الخوف طير النوم من عينينا. استسلمنا، مرت علينا أوقات استسلمنا فعلا لكل حاجة لأننا ما عندناش حلول تاني نعملها. عندنا أمل، أكيد عندنا أمل كبير إن الحياة هتبقى أحلى طول ما احنا بنحاول نطلع نفسنا من كل حاجة ممكن تأذينا. بس اطمن، أنا بجد بطمنك وبطمن نفسي معاك. الحياة حوالينا لازم تدوس علينا شوية علشان تعلمنا. صدقني كل موقف مريت بيه في حياتك، سواء كنت غلطان أو تعبان أو مريت بصدمة أو اتخذلت، هتتعلم من كل حاجة عدت عليك. هتتعلم إن الصدمات بتقوي، والخذلان بيعدي، والخوف بيطمن، والناس بتتغير، وحبك للناس بيتغير، وشخصيتك انت كمان بتتغير. بتعرف ان اللي عملته في يوم من الايام مش هيتقدر الا من ربنا، وان في ناس هتنسى الحلو اللي عملته بس ربنا ما بينساش، وان اللي بيقول عليك كلمة انت ما قلتهاش كنت زمان ممكن تسامحه لانه كان لسه مش عارفك كويس، لكن دلوقتي هتتجاهله لانه ما يستاهلش تعاتبه. اللي عايز يسأل عليك يبقى لسه باقي، واللي ما يسألش عليك في الوقت اللي المفروض والطبيعي يسأل يبقى ما يستاهلش تفكر فيه وتشغل بالك بيه اصلا. اللي عايز يبقى في حياتك هينورها، واللي مش عايز، حياتي اصلا منوره من غيره. مش مستاهله نعيش نفكر ونتعب نفسنا اصلا. في حاجات اهم لازم هي اللي تشغلنا. الحاجه اللي لازم تشغلنا ازاي ربنا يرضى عننا، ازاي نرجع لربنا، ازاي نقرب من ربنا، ازاي نتوب عن اي ذنب عملناه، ازاي نعمل اعمال تقربنا من ربنا. اما الناس وامور الناس ومين قال وعاد وزود من عنده حاجات، احنا مفوضين امرنا لله، عارفين وواثقين اللي اذانا وقال علينا ربنا هياخد لنا حقنا منه، وده والله مستنياه. بلاش نشغل نفسنا في امور ربنا قادر ياخد لنا حقنا وزياده. اشغل نفسك باللي يفيدك وتزود بيه رصيدك، ولو وقعت قوم واسند تاني، قوم وصلح اخطائك. اسند نفسك وابعد عن اللي يخلص رصيدك، اصل رصيدك ده هو اكتر حاجه هتفيدك. ابعد عن كل كلمه ممكن تقولها في حق حد وتظلمه. ابعد عن ذنب انت كنت بتعمله. ابعد عن كل ما يؤذيك واعتزله. ريح نفسك واشغلها باللي يفيدها قبل ما تشغلك. مش عيب انك غلطت، العيب انك تعرف انك غلطان وما تصلحش غلطك وتمحيه. لما الواحد بيغلط بيحس بالندم والألم، بس الحسنات يذهبن السيئات. اعمل حسنات كتير تدوب بيها كل اللي عدى في الأيام والسنين، تدوب بيها سيئات كتير، وقول يا رب